اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد. النهارده هتكلم عن برفان مميز جدا. انا هتكلم على جان بول جوتيه، هتكلم على البرفان الحريمي والرجالي. انا حقيقي شايفه ان هو ما عليهوش اي ريفيوهات كتير، يعني هو اقل انتشارا، فعشان كده انا قلت هتكلم عليه النهارده. هو مميز جدا جدا جدا، وعايز شخصيه قياديه، عايز حاجه رسمي. فانا هتكلم النهارده على جان بول جوتيه. العرايس بقى اللي هي عماله تقول عايزين حاجه تناسب الفرح، سواء بقى العريس او العروسه. النهارده يعني انا شايفه ان هو برفان مش منتشر جدا، سواء الرجالي او النسائي. العرايس بقى اللي بتهتم بالتفاصيل بتاعه الفرح ديت والسيشن وكده، انا شايفه ان هو ما يقلش اهميه عن اي حاجه في مشتملات اليوم دوت. طبعا انت فاهمه ان البرفان ده حاجه كده، يعني بتتكلم عن شخصيتك، وفي اليوم ده بتبقي عايزه تبقي انت مميزه، مش حاطه حاجه المعازيم حاطينها ولا صحباتك حاطينها ولا الكلام ده. فاحنا النهارده بقى هنتكلم عن الجان بول جوتيه الحريمي. بصوا بقى تفاصيل الازازه اللي احنا بنتكلم عليها، الشكل الخارجي الاكثر اثاره، الاكثر اغراء، المثير للجدل، الكيرفي. شكل ومضمون الجان بول جوتيه تميز وتألق، زي ما انتوا عارفين. شفتوا انتوا الاديشنات سكاندال وكده. سكاندال برضو جان بول جوتيه. فالراجل ده حقيقي ابدع في البرفانات دي. كمان هو البرفان ده ثباته كويس جدا، بالرغم ان هو اودو تواليت، ولكن مميز جدا. انتوا برضو في الدشانات منه. انا حبيت اكلمكم على الحاجة اللي انا عجبتني في الاول، وان هي ممكن تبقى ضمن كده مجموعتك الحلوة اللي انت بتتصوري بيها في السيشن في الفرح. انا شايفة ان هو عطر رسمي انيق. برضو انا حابة ان انا اكلمكم على النوتة العطرية في البداية، عشان نبقى ما سبناش حاجة غير واحنا اتكلمنا عليها. هكلمكم على ان هو فيه ظهور فانيليا، حمضيات، حلو زهري. طبعا انتوا عارفين زي ما انا كل مره بقول لكم، النوتة دي الديزاينر دايما بيوظفها زي ما هو عايز، عشان يطلع في الاخر الفينش زي ما هو عايز. احنا نهتم بقى في الاخر بايه؟ بالشكل الخارجي للبرفان او للعطر اللي هو طالع لنا. فهو تألق حقيقي في البرفان ده. بعدين بقى لكم ان تتخيلوا ان احنا على تسريحتنا كده كمان، غير سيشن الفرح، يبقى عندنا الجان بول الحريمي والرجالي. بصوا برضو حتى شكل الازازة الرجالي هو برضو ابدع فيها ازاي. يعني هو راجل مثير للجدل الحقيقة. برضه هو ممكن يكون هو بيوجه لنا يا جماعة رسالة ان ده الشكل، فانتوا لكم ان تتخيلوا المضمون عامل ازاي. فانا برضو عشان اتكلم على النوتة العطرية ما بقاش برضو فوتت حاجة فيها. هو عطر شرقي، اخشاب، قرفة. طبعا انتوا عارفين بقى، هو زي ما احنا قلنا الديزاينر بيصمم العطر في الاخر بقى، يوظف النوتة، يجيب ده اكتر، ده مش عارفة ايه، في الاخر احنا لينا المضمون. انا شايفة ان النوتة العطرية دي، يعني الجان بول حقيقي ابدع فيها فواحين وثبات مميزه جدا. يعني هي مش شبه حاجه الجان بول، عشان كده انا قلت لازم اعمل لكم الفيديو ده، وان انا اتكلم عن الاتنين مع بعض، الحريمي والحريمي سوري سوري والرجالي مع بعض. انتوا متخيلين لما ده يبقى ده في ستيشن بتاع فرحنا؟ متخيلين لما يبقوا الاتنين دول كده محطوطين على التسريحه بتاعتنا؟ يعني حاجة محدش عملها قبل كده، وحاجة مميزة. فأنا قلت ألفت نظركم ليها، حاجة عطر رسمي يعني. أنا شايفة إن العطر الجان بول جوتيه الرجالي عطر الراجل، الشخصية القيادية. عارفين انتوا العرسان اللي هم يوم فرحهم بيبقوا اللي هم ظبابيط مثلا، ويحبوا يبدأوا بالفيرست لوك بالبدلة. هو ده شخصية الراجل القيادي، شخصية الراجل اللي هو يعني اللي عنده كاريزما. عارفين يا جماعة اللي هو أيها البحار لقد وصل القبطان واحنا على وشك الإبحار. عارفين انتوا الحاجات الرسمي دي، اليونيفورم اللي كل البنات بتبقى هتتجنن على الناس القيادية، الناس الكاريزما الشخصية. هو الجان بول جوتيه رجالي
العطر الرسمي للشخصية القيادية المميزة، العطر اللي هو الأنيق، يعني الأفضل على الإطلاق. أنا برشحه بشدة لأي سيشن للفرح، مميز جدا للعريس والعروسة. وبعدين ما تفوتوش إن انتوا تجيبوا الجامبول الحريمي والجامبول الرجالي وتحطيها على تسريحتك. ودي من الحاجات بقى اللي أنا عايزاكم تدعولي عليها، عطر مميز جدا جدا جدا. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة النهاردة مفيدة. ويا ريت بقى ما تفوتوش السيشن بتاعكم من غير الجامبو للحريمي والرجالي، لان هو فعلا مميز، ثبات وفواحان. هتنبسطوا جدا وهتدعوا لي ان شاء الله. اقابلكم في فيديو جديد قريب وريفيو جديد. باي باي.